السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة خرافة للشعر، حاجة تقوي الشعر، تملى الفراغات، ت- تشيل التقصف، وتقوي بصيلات الشعر، البيبي هير، يعني مطهرة لفروة الراس، كل حاجة حلوة للشعر. النهاردة هنعمل القرنفل. القرنفل هو ده شكله، او المسمار في بعض الدول العربية يقولوا عليه المسمار او القرنفل. القرنفل بيتحط على الشاي عادي، وبتحط ممكن تعملي منه اي حاجة. هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة جدا، مش مكلفة، ما فيهاش اي حاجة. هي تقريبا كده هي معلقة كبيرة، بس دي عشان المعلقة صغيرة تخشش داخل في البرطمان، في معلقة وشوية، هي بمقام معلقة كبيرة. معلقة كبيرة من القرنفل، وهتحطيها على كوباية مية مغلية. دي كل الحكاية وده كل الموضوع. كوباية مية مغلية هتسيبيها لغاية لما تبرد. هتغطيها طبعا الاول عشان زيوت الطيارة اللي فيها، وسيبيها تبرد. بعد ما تبرد هتحطيها في بخاخة وترشي على فروة الراس وعلى الاماكن اللي فيها الفروغات. طبعا بعد ما تصفيها كده، صفينا القرنفل. ممكن على فكرة القرنفل الفاضل ده هتغلي له مية تانية وتحطيه، ينفع في حاجات تانية كتير. ممكن تعملي يعني رشة تانية او كمية تانية من المحلول ده، ممكن تستخدميه في حاجات تانية كتير. على فكرة ده حلو قوي لموضوع الارق، تشربي منه بالليل قبل النوم بنص ساعة كده، هو يديكي نوم مريح ويريحك في النوم. وليه فوائد تانية كتيرة. المهم ان انت ممكن تستفيدي من القرنفل اللي طلع من العصير ده. كده هنحطه في البخاخة، هتحطيه في البخاخة وهتستخدميه للشعر. قلنا هترشي منه على الشعر. ده الكمية دي عملت لي بخاختين. هترشي منه على الشعر وتركزي على الاماكن اللي فيها اللي انت محتاجه بقى، ان انت محتاجه فيها مثلا الاماكن اللي مقدمه الراس، او على راسك كلها لو الشعر خفيف في الراس كلها، يعني في الاماكن اللي حضرتك عايزاها. هترشي وهتبلي شعرك كويس منها، وهتسرحيه كده بفرشه على خفيف كده، هو تدلكي يعني تعملي كتدليك لفروه الراس بشويش كده، هو ما تتغبيش على شعرك على راسك. وهتدهني منها مرتين، مره الصبح ومره بالليل وانت قاعده كده. هو بصي انا حطاها في المطبخ جنبي، وانا رايحه كل شويه ارش لي كده رشتين وانا واقفه. عموما هتعمليه وهتدعي لي عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.